باقي الخير في المغرب الحمد لله وكل شيء مزيان. كنسافر انا برا والقسمه كاين احسن من المغرب صراحه. الناس كاين اللي فيهم الخير وكاين اللي ما عندهمش فيهم الخير. باقي الخير في اي مدينه كاين فيها الخير في المغرب. المغرب ما كتحتاج حتى شي حاجه. العيشه اللي كنعيشوا بهذه الحريه والطريقه اللي عايشين فيها، باقي الخير في المغرب. وي باقي الخير في المغرب. دونك كيكون الاصل طيب واخا كتكون الفروع ملي كيكون الاصل طيب باقي الخير الحمد لله في المغرب. مثلا تمشي لشي مدينه ديك السكان ديال ديك المدينه كيستقبلوك احسن استقبال. اي حاجه خصها يقدروا يتعاونوا معاك، يقدروا لك شي محتاج الفلوس يعطيهم ليك. باقي الناس كيديروا مجهود كيطوعوا باش يعاونوا وليدات باش بزاف د الحوايج كتدل بان باقي الخير في المغرب الحمد لله. مازال الخير في المغرب، غير شي وحدين اللي تيقولوا مازال ما بقاش دوك لا علاقه لهم الحمد لله المغرب مكرم معزز معروف في دول اخرى كاع في امريكان كاع فهمتيني. تنعيشوا في وسط الناس وتنحتاجوا الناس وكنلقاوهم كاينين في اوقات الشده ولا هذا كنلقاو الناس كاينين. واحد الخطره كنت مرت من الرجل ديالي وركبت في الترام مشيت للطبيب. ملي بغيت نرجع شحال من الناس جاو هزوني، شافوني كنتمرس غادي بعد كاكس بالعصي، جاو هزوني هكا وصلوني حتى البلاصه فين غادي يمشي هازني هكا. وهذا كيدل على الخير الحمد لله. وقعت لي واحد اكسيدو لبنتي وما كانش عندي الفلوس صراحه. مشيت ديتها للسويسي ما كانش عندي الفلوس، ولقيت الناس اللي شراو لي الحديد لبنتي داروا لها في رجليها، ولقيت الناس اللي خلصوا لي الدواء. مثلا في كره القدم ولا في الرياضه كتكون انت غادي لشي مدينه كتصل بهذاك اللي كاين في ديك المدينه كتكون معاه كيقول لك جي عندي مرحبا، واخا انت ما عندكش فلوس باش تمشي تريح تماك ولا هذه، هو كيستقبلك كدوز مع ديك الايام هو كما كيدير فيك هو الخير في مدينته حتى كيجي عندك كدير فيه الخير وكتبقى المعامله بحالك. بعدا الخير ما عمره غيخطى المغرب ساعه.